السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ على قناة شرح مختصر هتعرفوا كل جديد وعن أي حاجة معلومة عن أي مواقع أو أي حاجة تخص جوجل. النهاردة هشرح لكم ازاي تعملوا حملة إعلانية ناجحة على جوجل. ازاي نعمل إعلان على أي منتج أو أي مبيعات، تشهر المنتج وتظهره على جوجل وينتشر ويتعرف ويتلخص في حاجة اسمها جوجل ادز او اعلانات جوجل او حملة اعلانية على جوجل. طيب تعالوا نخش بسرعة نشرح بشكل مختصر يعني ايه حملة اعلانية. طيب اول حاجة بنخش على جوجل ادز، نكتب في جوجل ادز. بعد كده بيفتح لنا الصفحة، بنختار من تحت من الاختيارات نحول الصفحة من الانجليزي لعربي على حسب صيغة الاعلان. عايزينه انجليزي نخليه انجليزي، عايزينه عربي نغير صيغة الاعلان من تحت ونختار اللغة العربية زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طيب حولنا للغة العربية، اتقلب قدامنا الاعلان اهو، صيغة الاعلان بالعربي. طيب بعد ما كتبنا الاعلان وتم تسجيل الدخول ان احنا كتبنا البريد الالكتروني بتاعنا، بعد كده عملنا التالي، ندخل كلمة السر، بعد كده عملنا التالي. اعلانات جوجل بتسألنا عن نوع النشاط، يقول لك سؤال نوع الاعلان او النشاط اللي انت عايز تعمله، فبيديك الخانة وبتكتب فيها. كمان بيتم اختيار الوضع الاعلاني بدون تلقي ارشادات الهدف من الحملة، يعني مش عايز اي تدخل من جوجل، بإيدك انت تقدر يعني تسيطر على الحملة. طيب قدامنا كده اهو المبيعات، العملاء، الزيارات، التفكير في المنتج، زيارات المتاجر المحلية، ترويج التطبيقات، تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، متابعة. دي حملة جديدة انت بتختار منها نوع النشاط او نوع الشكل العام بتاع الحملة بتاعتك. طيب لما بتخش بتأكد بقى على المعلومات الخاصة بالعمل اللي انت بتقوم بيه او بالمعلومات الخاصة الفواتير، العملة بالدولار، البلد نفسها اللي انت عايز تحط فيها الإعلان. طيب بنخش على، طبعا بتختار الاختيارات اللي انت عايزها وبعد كده بتتم الانتهاء والدخول إلى صفحة إنشاء حملة إعلانية جديدة. كده انت بدأت تخش على جوجل ادز، تقدر تعمل دلوقتي حملة إعلانية جديدة. طيب بعد ما بتكتب العملة وبتكتب البلد وبتكتب نوع النشاط بتاعك، طيب أول حاجة بيقول لنا نظرة عامة. نظرة عامة ازاي انت بتختار أدوات إعلان الحملة الإعلانية بتاعتك لنشاطك التجاري. بتختار ايه بقى؟ أول حاجة بيقولك دي صفحة تحليل الإعلان، حملة الإعلان والميزانية بتاعة الإعلانات، يعني هتدفع كام، يعني عايز حملة الإعلان شكلها ازاي، وميزانية الإعلان بتاعتك عايز تدفع فيها كام عشان تتعمل، والحالة ونوع الحملة. نوع الحملة بقى يعني شكل الجمهور بتاعك عايز ايه بقى يعني. طيب بيقولك بيتم اختيار الحملات، جميع الحملات بقى اللي قدامك للجمهور بقى، الجمهور اللي انت عايز تعمله الحملة دي ايه. وكمان في أداة تخطيط الأداء وإعلان الجمهور. طبعا انت بتعمل إعلان فلازم تبعته للجمهور عشان يبص عليه. طيب أول حاجة بنمشي خطوات، هندوس على البحث على كلمات رئيسية جديدة للوصول للعملاء المهتمين للوصول إلى منتجك. انت عامل منتج وعايز الناس توصل لك. بعد كده بتبص على حجم البحث والتوقعات التي يمكنها أن تقيس مدى فعالية الحملة، بتدوس عليها. بعد كده بتحط كلمة، في الجزء ده بتحط كلمة تحت
او جملة ليها علاقة بالنشاط. يعني مثلا انت عندك محل زهور في السعودية، فنكتب محل زهور بالسعودية، يعني دي جملة بتدل على شكل نشاطك ايه. طيب مخطط بقى الكلمات الرئيسية، لازم تختار كلمة رئيسية ليها علاقة بالشغل أو الحملة الإعلانية بتاعتك. بتتكلم عن إيه الحملة الإعلانية؟ عن مثلا محل زهور، نكتب محل زهور في الكلمة دي، في الخانة دي اللي قدامنا دي. طيب بعد كده من خلال الموقع الجغرافي، أنت عايز محل زهور يعني إعلانك ده يظهر لمين في السعودية، أو في المكان الموقع الجغرافي اللي انت فيه في السعودية ولا في مكان تاني. فمن خلال الموقع الجغرافي بيتم البحث عن في السعودية بالأخص، لو انت عايزه في السعودية، عن محل زهور. فطبعا بتختار من هنا تكتب كتابة البحث عن محل زهور، وفي النص محل زهور، وفي عمليات بحث شهرية، ومستوى المنافسة منخفض ولا عالي ولا متوسط، وعالي 1000 من 1000، منخفض 10 من 100. طيب ده الصفحة دي بتبين لك الكلمة الرئيسية اللي انت مختارها دي، يعني هتتشاف كم مرة خلال الشهر لو انت هتعمل حملة لمدة شهر. طيب بنضيف كلمة رئيسية عشان الحملة تنجح ونوسع الحملة الإعلانية. نكتب توصيل ورد. احنا محل زهور ببساطة شديدة بنبيع ورد، فطبعا عندنا خدمة الدليفري أو توصيل للمنازل مثلا، فنكتب توصيل ورد. برضو دي كلمة بحثية تشد الإعلان، لأنه مثلا حد عايز ورد فطبعا هيتصل بينا دليفري، حد بيبحث عن محل ورد مكانه مثلا في السعودية، ف بيبتدي كلمات البحث دي هي اللي بتوجه الحملة الإعلانية للمكان اللي هي رايحاله. طيب ممكن الكلمة ذات نفسها يتبحث عليها من 10,000 ل100,000 مرة. يعني مثلا ممكن بتاع 20,000 واحد يبحث بالكلمة كتير، فيقوم الإعلان بتاعك يظهر له. يعني من خلال الكلمة الإعلان يطلع. ليه؟ لأن الكلمة ذات نفسها هي اللي بتوجه الإعلان يظهر ولا ما يظهرش. فطبعا بناخد نسخة من الصفحة دي نحطها على صفحة اكسل، وناخد نسخة من ملف الاكسل، ونعمل تحديد الكلمات البحث الأعلى في المنافسة. من خلال الكلمات اللي انت بتحطها هي دي اللي بتنافس. فنكتب هنا نختار هنا أكتر الكلمات اللي ممكن تنتشر وتنشر الإعلان بسرعة. عفوا. بعد كده هيقولك تكلفة ظهور الكلمة البحثية في حملة الإعلان بالسعر المنخفض 47 سنت، يعني أقل من $1. يعني الكلمة البحثية دي ليها تمن عشان خاطر تقدر يوصل إعلانك. فلو كلمتك مشهورة هيطلع إعلانك على طول. لو انت كتبت كلمة مش مشهورة مش هيظهر، لأن انت من خلال الكلمة انت بتبيع ورد فلازم تكتب ورد، فكلمة ورد دي محل ورد، فلازم لما أي حد يكتب محل ورد هيطلع إعلانك على طول. فسرعة الكلمة إن هي تطلع على طول أول حاجة والإعلانك يظهر بسرعة. الكلمة ذات نفسها في الإعلان بتتكلف كام؟ جوجل بيحسب ليها تسعيرة أو ليها سعر. فمثلا الكلمة اللي ظهرت إعلانها يعني اتبحث عليها كتير بتتحول ل$2.8، يعني تكلفتها $2.8. طيب لما بنيجي نعمل إعلان بنبص على أعلى الصفحات المرتفعة، يعني إيه الإعلانات اللي دايما البحث عليها شغال على طول. طيب نبتدي نفتح، عايزين نعمل حملة إعلانية عايزينها تظهر في أول الصفحة زي ما احنا شايفين قدامنا كده.
same day flower delivery best flower delivery in السعودية أو in دبي. تمام، فظهرت لنا اهو على أول الصفحات. فمن خلال الكلمة البحثية وسعر الكلمة بيتحدد من خلال انه عليها طلب كتير او بينقروا عليها كتير، فبتظهر في اول خالص على صفحة جوجل زي ما احنا شايفين كده. اول ما بنفتح جوجل ليها ظهرنا في الاول خالص، فده دليل على ان الكلمة البحثية قوية وانه طلعت في اول الصفحة فكله يشوفها، فكل الحملة تبقى كده ناجحة. طيب، يتم النقر على حملات وإنشاء حملة جديدة. أول حاجة بنختار إنشاء حملة جديدة بدون تلقي إرشادات عن الحملة، يعني بدون بتدخل من جوجل، أنت بتعملها بإيدك. فنعمل بدون تلقي إرشادات. بعد كده بنبحث على جوجل في اختيار حملة جديدة. أول حاجة بنفتح حملة جديدة ونكتب بعد كده اسم الحملة. طيب، كتبنا اسم الحملة توصيل ورد بالسعودية. بعد كده ندوس متابعة، بعد كده ننقر متابعة. بعد كده بيتم متابعة بقى الأسعار والميزانية. نكتب كام سعر بالدولار، يعني احنا عايزين الحملة الجديدة دي، احنا بنحدد عايزينها بكام، يعني احنا اللي بنحدد التكلفة. فجوجل مثلا بيتم كتابة احنا عايزين الحملة دي ب10 دولار مثلا، يعني انا عايزة اعمل اعلان على جوجل ب10 دولار. وبيتم اختيار طبعا الحصول على اقصى عدد من النقرات، يعني يعني نقرات كتير قوي. بعد كده ما بنختار سعر الحملة بنخش على عروض الاسعار، نختار كده الحصول على اكبر عدد ممكن من النقرات. يعني احنا بنعمل حملة ب10 دولار، عايزين عليها يعني كتير قوي الناس تضغط على الحملة دي، فنكتب. وطبعا بنظبط عروض الأسعار للحصول على حالات ناجحة للحملة المستهدفة. يعني احنا بنختار نقر كتير وبنختار مثلا سعر الحملة سي 10 دولار. بعد كده بنظبط بقى الحملة على حسب سعر وتكلفة الإجراء نفسه وزيادة الإحالات الحملة الناجحة في حدود ميزانيتك. يعني لو انت مثلا بتختار التكلفة المستهدفة فهو بيطلع لك الحصول على أكبر عدد من النقرات، وانت بتختار التكلفة المستهدفة حسب ميزانيتك. طيب، بيتم تحديد سعر النقرة الواحدة ب1.50 دولار. يعني مثلا عايز نقرة واحدة ب1.50 دولار، تمام ماشي. طيب، بناء بقى على الميزانية احنا بنختار بقى الحملة والنقرة وسعر والتكلفة. كمان نقدر نختار الحملة واختيار وظهور الجمل في جميع البلاد. وكمان بنختار ظهور الحملة للأشخاص بكلمات بحث معينة تقدر تظهر لهم. ومن خلال تكلفة أقل لظهور الحملة ده على حسب الميزانية. يعني انت لو ميزانيتك قليلة مش هتظهر لناس كتير، لو ميزانيتك كبيرة هتظهر لناس أكتر. فعلى حسب التكلفة بتظهر إعلانات جوجل. طيب، يعني إيه شركاء البحث؟ شركاء البحث اللي هو بيعرض لك نتيجة البحث المساعدة على الحصول على تكلفة مماثلة للإعلان. يعني انت بتعمل دلوقتي إعلان، عايز ناس تشاركك برضو ان انت تظهر إعلانك بتكلفة معقولة. فبيتم اختيار موقع لظهور الحملة الإعلانية في مثلا السعودية. يعني انت مثلا ممكن موقع يضاف فيه الإعلان بتاعك عشان يظهر، فالإعلان الموقع ده بيظهر لك الإعلان بتاعك، دي دعاية لإعلانك. طيب، مثلا دخلنا موقع آخر مثلا في السعودية مثلا وليكن. بعد كده اخترنا بلد السعودية، احنا عايزين نعمل الإعلان بتاعنا في السعودية مثلا. فيتم تحديد المنطقة الجغرافية اللي احنا هنحط فيها الإعلان، وممكن نحط مناطق بعيدة انه يظهر للمواقع الجغرافي
للأشخاص اللي جنبنا واللي بعدنا في نفس البلد وممكن في جميع البلدان، بس طبعا طريقة الشحن هتختلف في تكلفة للشحن. لكن احنا دلوقتي بنحط البلاد اللي احنا مستهدفين فيها الإعلان ده عايزينه يظهر للناس اللي جوه اللي جنب المحل. تمام. طيب بيتم تكملة الكلمات الرئيسية. الكلمات الرئيسية دي مهمة جدا جدا يا جماعة، بتدعو إلى إن الإعلان ينتشر ويكبر ويتوسع والناس تعرفه من خلال الكلمات الرئيسية دي، والإعلان يكمل. يعني ممكن الإعلان الكلمة الرئيسية ما تحطتش على جوجل غير كم مرة، فالإعلان وقف. ليه وقف؟ لأنه محدش بدأ يبحث عن الكلمة الرئيسية اللي انت محددها في الإعلان. فلازم في كلمة رئيسية تتحط بتكون عليها طلب كتير علشان خاطر الإعلان يشتغل وجوجل يعمل له زي توسيع لحملة الإعلان. طيب وينشره. طيب في هنا بنكتب رابط نهائي اللي هو URL للإعلان علشان خاطر ممكن نقدر ناخد منه كوبي وننشره في كذا موقع يعني عشان ننشره برضو. فطبعا بيتم عمل URL اللي هو موقع اللي هو رابط. بعد كده بنختار عنوان جديد، يعني مثلا نكتب محل ورد في السعودية، محل في الرياض، محل ورد. فلما نكتب الكلام ده كله، دي كلمات رئيسية أول ما بتتكتب بتظهر على طول على جوجل علشان خاطر يكون أداء الحملة كويس، إنه إيه عليه طلب. ظهور الكلمات دي في البحث عدد مرات بتظهر على جوجل كده إنه إيه في ناس كتير بحثت عن الإعلان ده من خلال الكلمات دي، فيبتدي جوجل يوصف الإعلان إنه أحسن محل ورد. نكتب بقى كده أحسن محل ورد وتوصيل في نفس اليوم. إحنا الكلمتين دول أحسن محل ورد وتوصيل في نفس اليوم ده بيشد الناس أكتر إن هما يبصوا على الإعلان ويشوفوا أحسن ليه وهو بيوصل في نفس اليوم. يعني ده معنى كده فيه سرعة وفيه جودة. طيب نكتب برضو إن الإعلان بيتم ظهوره بالشكل النهائي على الشاشة بالشكل ده اللي قدامنا ده. توصيل خلال ساعتين 2 ل3 ساعات، توصيل ورد للبيت، اطلب ورد اونلاين في السعودية. ده الشكل العام بتاع الإعلان. طيب على شاشة الكمبيوتر أو شاشة الموبايل ده شكله. طيب احنا كده عملنا الإعلان. بيتم بقى كتابة كلمة تحفيزية للتسويق. شراء المنتج، اطلب باقتك المميزة الآن. الورد هذا يحفز على السعادة. أي كلام بيتكتب علشان خاطر يحفز المشتري إنه يشتري بسرعة المنتج من خلال الإعلان اللي انت بتعمله. فده تحفيز على شراء المنتج. لازم الحملة الإعلانية يكون فيها تحفيز، ما يكونش كلمتين وبس، لا. طيب بنوصف هنا شكل الإعلان من هنا زي ما احنا شايفين. نكتب بقى ايه عنوان رئيسي: ورد وباقات مميزة، توصيل خلال 2-3 أفضل محل ورد، اطلب باقتك المميزة، ورد أونلاين. فكل الحاجات دي في الحملة بتعمل زي تحفيز إن اللي يشوف إعلانك يشتري على طول. طيب ضيف الوصف. بدأ يكتمل الإعلان إعداد. طبعا كده دي بدأنا نخلص مراحل إعداد الإعلان ووصف الحملة الإعلانية وشكل ظهور الإعلان على صفحة جوجل سواء على الكمبيوتر أو الهاتف. طيب بيتم اختيار إعلان جديد. كده احنا خلصنا الإعلان الأولاني. بنختار حملة جديدة ونكتب جاري البحث والمراجعة لاكتمال الحملة. طيب بيتم بقى إجراء نشر الحملة على صفحة جوجل. انت أول ما بتخلص كده بيتنشر على صفحة جوجل كده تنقر بقى على الحملة وسعر الحملة والصفحة ذات نفسها اللي بتقوم بالتحليل الحملة نفسها. طيب لما بنخلص الحملة ونعمل لها متابعة في حاجة اسمها صفحة تحليل للحملة
الإعلانية. انت لما بتخلص الإعلان بتعوز تبص بقى الحملة الإعلانية دي اشتغلت ولا ما اشتغلتش. بتظهر حالة الحملة بقى من خلال صفحة التحليل دي. وبعد كده لما بنعمل الإعدادات، الحملة بتتعمل ومفعلة وتحددت سعر النقرة خلاص كده، بتاخد مثلا عدد أكبر من النقرات، يبقى كده الحملة دي شغالة. نيجي بقى نشوف الحملة الإعلانية دي التحليلات ايه، شغالة ولا مش شغالة. عدد المشاهدات، مين شاف الإعلان، يعني تكلفة الإعلان النقرة ذات نفسها كام، عدد مرات ظهور الإعلان، مين شاف الإعلان في البلاد على حسب البلاد، والتفاعلات، واللي عمل لايك واللي ما عملش لايك، واللي شاف الإعلان وما بصش عليه أصلا ما كملوش، وهكذا. طيب، والمشاهدات طبعا بتظهر قدامنا في عدد تحليل حالة الإعلان. طيب، حالة الإعلان قدامنا اهي، نحاول نبص عليها. ادي تكلفة الإعلان مثلا، نوع الحملة، بحث، مرات الظهور قدامنا 1410، وبعد كده يعني في رقم عشري. التفاعلات هنا 2000، هنقول 276,943 نقرة. وطبعا معدل التفاعل ومتوسط التكلفة. الإحالات الناجحة هنا بيقولك هنا عدد الإحالات التي تلقيتها بعد التفاعلات مع الإعلانات مثل النقرات على الإعلان. بيكتب لك قد إيه الإعلان ده ناجح ولا مش ناجح من خلال صفحة التحليل اللي قصادنا دي، ونسبة ظهور الإعلان على الشبكة والبحث. بس أهم حاجة عندنا الإحالات الناجحة. طيب، الكلام ده احنا عايزين نفصصه ونعرف حالة الإعلان ايه بالنسبة. طبعا بنضيف أقسام المواقع. أول حاجة بنشوف كده قدامنا المجموعة الإعلانية اللي احنا عاملينها دلوقتي، اللي هي ايه، اللي هي توصيل ورد في السعودية. ده إعلان احنا عملناه، كاتب المجموعة الإعلانية رقم 1. ده الإعلان اللي احنا لسه عاملينه. الحالة في انتظار المراجعة وقيد المراجعة. وبعد كده إعلان متجاوب على شبكة البحث. وبعد كده النقرات ومرات الظهور ونسبة ايه الظهور على صفحة جوجل. طيب، بعد كده بننشئ معلومات إضافية على الموقع. بنعمل مثلا طلب ظهور الميلاد، بعد كده بيظهر، بنضيف رابط للحملة، وبعد كده بننقر إعدادات رابط أقسام الموقع. بعد كده بنضيف نص أو وسائل شرح المنتج داخل الحملة الإعلانية. بنشرح بقى احنا بنبيع زهور ايه، بنبيع ورد ايه، ايه الأنواع. بعد كده بننقر إضافة جديدة مثل جمل جديدة. يعني انت مثلا ممكن عايز تضيف جملة جديدة للإعلان، شايف ان الإعلان مش كافي وما بيظهرش، فضيف جملة جديدة ورقم طبعا للهاتف. ونضيف ايه البلد نفسها، ممكن نضيف بلاد تانية يظهر فيها الإعلان، دي تبقى حاجة كويسة لينا انه يظهر. طيب، وبعد كده نعمل معاينة للإعلان. قبل الشرح نفتح كده ونبص، بتطلع معاينة للإعلان قبل ايه، قبل ما يتعمل. احنا كده بنضيف عليه أول حاجة الحملة قدامنا ايه، بنعمل معاينة ليها. نعمل إضافة كلمات جديدة، مثلا حملة توصيل ورد، إنشاء، بنحط رقم تليفون، بنحط أسعار، بنحط تاريخ الانتهاء، الجدول الزمني للحملة. بعد كده مثلا نكتب هنا، ممكن نقدر نرد على التليفون من الأوقات مثلا من الساعة 9 للساعة 12 بالليل، ونختار المواعيد أو ساعات العمل. دي الصفحة قدامنا اهي، ادي الميزانية فوق، وادي توصيل في نفس اليوم، بنضيف هنا
وسيلة الشرح. بعد كده الإضافة بتاعتنا على هذه الصفحة. طيب بعد كده بنضيف بقى الساعة اللي نقدر نرد عليها في المحل، مواعيد هنا اللي هو الأيام والساعات الخيارات المتقدمة. تمام. اختيار الساعة اللي ممكن نرد فيها على التليفون. بعد كده بنضيف أيام العمل اللي يمكن الاتصال فيها. وبعد كده بنضيف معلومات إضافية لو احنا عايزين نضيفها. بعد كده الإعلان بيتراجع. ده عبارة عن ده شكل الحملة الإعلانية والملخص ليها. بعد كده بنشوف بقى طريقة الحساب وطريقة الدفع والبلد. أول حاجة أداة تخطيط الأداء. ماشي. ننقل على حساب طريقة الدفع فين أهو. بيظهر لنا مثلا البلد ونوع الحساب. احنا بندفع ازاي بقى الحملة الإعلانية دي؟ نضيف بقى معلومات عن العميل، اسمنا وتاريخ ميلادنا وعنواننا ورقم تليفوننا وعنوان الشركة اللي احنا يعني بندعو ليها اللي هي محل ورد. وبعد كده معلومات بقى عن العميل، كانت شركة ولا فردي ولا محل. بعد كده بنكتب اسمنا. وبعد كده بنشوف التكاليف ورسوم الحملة الإعلانية. هتظهر لنا على باي بال أو ماستر كارد. ونكتب 3 أرقام ورا البطاقة ويطابق اسم العميل مع البيانات زي ما احنا شايفين كده في الصورة. ده أسلوب الدفع لعمل حملة إعلانية خلصناها خلاص. عايزين بقى ندفع لجوجل عشان خاطر ياخد الفلوس دي ويحرك الحملة الإعلانية بتاعتنا. وطبعا بنكتب رقم الفيزا ورقم البطاقة أو باي بال، ممكن تحويل باي بال. طيب بكده أكون خلاص خلصنا شرح ازاي نعمل إعلان وازاي ندفعه وازاي نكونه وازاي نكتب الكلمات الرئيسية اللي هي بتساعد على انتشار الإعلان. وأشوفكم بكل خير. ما تنسوناش في السبسكرايب والشير والمشاهدات اللي هي، وتشيروا بين صحابكم ازاي تعملوا إعلان عن ازاي تعملوا إعلان على جوجل. وشكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.